طيب يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ النهارده في مراجعتنا. والنهارده بإذن الله هراجع لكم على الخرائط اللي موجودة وأذكركم كده ببعض المعلومات تاني، وهقول لك على بعض الحاجات اللي ممكن تلخبطك في الامتحان، وبإذن الله بعد كده نبدأ نحل مع بعضينا كده بعض النماذج. تمام، دي كده الحاجات اللي نعملها إن شاء الله النهارده. اولا كده يا صديقي، انت عندك خريطه زي ما انت شايف كده اهو. تمام، الخريطه دي قدامك لقاره افريقيا. هنطلع عليها شويه معلومات، المعلومات دي طبعا احنا بنأكد عليها. انا عارف ان في بعض الناس عارفاها ولكن بنأكد عليها تاني علشان ما نتلخبطش فيها. اولا كده يا صديقي انت عندك، تمام، اول دايره كده اللي هي في النص دي، تمام، دي بسميها طبعا ايه؟ بسميها دائره الاستواء. دي كده رقم واحد. انما رقم اتنين يا سيدي اللي موجوده فوق دي اهي، اللي هي بتمر عندك في مصر طبعا، انا بسميها طبعا مدار السرطان. انما اللي موجوده في الجنوب خالص طبعا دي بسميها مدار الجدي. في حته مهمه جدا اللي هو الخط ده احنا بنقول عليه خط جرينتش. وفي حاجه مهمه جدا يقول لك كده يا سيدي، انا عايز اعرف، تمام، خط جرينتش ده بيتقاطع مع دائره الاستواء دي عند حته اسمها ايه بالظبط؟ هقول لك يا طبعا اهو ده المحيط الاطلنطي، لان السنتر هنا في النص اهو. يبقى يتقاطع دائره الاستواء مع خط جرينتش عند حاجه اسمها ايه؟ المحيط الاطلنطي. ولازم تبقى واخد بالك برضو ان خط جرينتش ده بيعدي بدوله الجزائر زي ما انت شايفه اهو، بيعدي بدوله الجزائر اهو. خد بالك، خد بالك برضو من النقطه دي، تمام، علشان ممكن تجي لك برضو في الامتحان. طيب، انت عندك هنا يا سيدي بحرين مهمين جدا. لو قال لك فوق كده يبقى البحر المتوسط، ده بسيط جدا وسهل برضه وانت عارفه. انما اللي واقف وليه قرنين ده اهو، ليه قرنين كبار اهم، ده بسميه البحر الاحمر. انما يا سيدي لو قال لك محيطات، لو على ايدك اليمين هنا بقول له كده المحيط الهندي. انما لو على ايدك الشمال الناحيه الثانيه هقول لك يا طبعا المحيط الاطلنطي. انت عندك بقى يا سيدي، تمام، اللي هي رقم كام؟ رقم 9 عندك دي بسميها شبه جزيرة سيناء، مهمة جدا برضو شبه جزيرة سيناء. طيب، وده طبعا يعتبر المعبر البري الوحيد. تمام، يعني ايه معبر بري يا مستر؟ يعني مكان ينفع اللي انا امشي عليه برجليا. طيب، رقم 3 يا سيدي، انت عندك ثلاث مضايق مهمين جدا. اولا كده رقم كام؟ رقم 10 ده مضيق بسميه كده مضيق باب المندب، مهم جدا. انما رقم 11 ده مضيق يا سيدي بيتلامس اليابس الافريقي اللي انت شايفه اهو على اليابس الاوروبي اللي فوق ده. فطبعا قلت عليه كده مضيق جبل طارق، ركز فيه برضه عشان مهم جدا. ركز فيه علشان مهم جدا. طيب، بعد كده يا صديقي انت عندك في النص هنا رقم 13 عند مصر دي طبعا بسميها قناة السويس، طبعا دي سهلة جدا وبسيطة جدا. طيب، بعد كده بقى يا سيدي انت عندك مضيق اللي هو رقم 12، ده بيكون قارة افريقيا بتاخده لوحدها. يعني ايه بتاخده لوحدها؟ يعني مفيش اي قارة بتشترك معاها في المضيق ده. اهو مثلا دي كده مضيق موزمبيق، فركز فيه برضه. انما الجزيرة الكبيرة جدا دي بتكون من اكبر الجزر، اسمها كده جزيرة مدغشقر. طيب، انما الصغيرين جدا دول اللي هم اصلا يعتبر مش باينين، انا بسميهم كده جزر القمر منهم برضو. انت عندك يا سيدي خليجين. الخليج اللي موجود عند البحر الاحمر ده في النهايه خالص انا بسميه كده خليج عدن. انما الخليج يا سيدي اللي موجود عندك الناحيه الثانيه اللي هو رقم كام؟ رقم 16 ده احنا بنقول عليه كده خليج غينيا. طيب تمام، ده كده اول خريطه موجوده معانا، وحاجات سهله جدا وبسيطه، بس ايه اذكركم بيها كده علشان لو جات لنا نعرف نجاوب عليها. رقم اتنين يا سيدي، هنا يا سيدي لازم تعرف شويه معلومات في الخريطه اللي فيها دول. طيب ما تيجي يا مستر وتقول لي عليها، على لما اقول لك عليها يا سيدي. اولا كده بمنتهى البساطه هقول له ان الجزائر اهي اكبر الدول العربيه مساحه، واكبر القاره برضو مساحه. طيب فين الجزائر يا مستر؟ اهي دي كده دوله الجزائر، ياخد بالك مهمه جدا الدوله دي. رقم اتنين بيقول لك انا عايز اعرف على شويه دول اللي هم 10 دول افريقيه، دول بيكونوا دول عربيه وافريقيه كمان، اللي هي مصر اهي انت خدتها في سنه 6 ابتدائي، وعندك ليبيا جنبيها، وعندك كمان تونس الصغيره جدا دي، وعندك الجزائر اهي احنا عرفناها، وادي المغرب الصغيره جدا اهي، وموريتانيا، وبعد كده السودان، وجيبوتي، والصومال، واخر حاجه طبعا اللي هي جزر القمر دي. طبعا احنا عارفينها اللي هي موجوده في جنوب دائره الاستواء. طيب، هنا بقى لازم تعرف لك دوله او اتنين او تلاته ساحليه ودول حبيسه. الدول الساحليه دي
يعني بتطل على بحار ومحيطات. انما الدول الحبيسه قال لك لا تطل على بحار ولا محيطات. طيب مثلا الدول الساحليه، كل الدول العربيه دي اهي انا بسميها دول ساحليه لانها كلها بص زي ما انت شايف اهو، كلها بتطل على بحار ومحيطات. انما يا سيدي الدول الحبيسه زي مثلا اثيوبيا وتشاد، اثيوبيا اهي وتشاد اهي، وكل الدول دي وكمان النيجر ومالي، كمان جنوب السودان، وكمان زامبيا، وكمان الكلام ده كله بصوا لان هو طبعا موجود ولا بتطل على بحار ولا محيطات. بالمناسبه السعيده دي بص يا محمد، الكونغو الديمقراطيه برضه هي تاني علشان برضه تكون واخد بالك منها، دي الكونغو الديمقراطيه يا محمد، انما اللي جنبيها دي دوله الكونغو بس. ده الفرق ما بين الاثنين، والاثنين بيكونوا جنب بعض على طول اهو. يبقى لازم تعرف لي الدول الساحليه والدول الحبيسه. يبقى كل الدول العربيه عشان ما ايه ما تتعبش نفسك هقول له كده كل الدول العربيه بتكون دول ساحليه بتطل على بحار ومحيطات. بعد كده يا سيدي انت عندك شويه جبال وهضاب مهمه جدا. طيب تعالى لما اعرفك عليها. بص يا سيدي، اولا كده الهضاب سهله جدا جدا كمان. الهضبه اللي موجوده فوق دي يا مستر رقم واحد دي، ما هي موجوده في الشمال. انت قلت لي ادام موجوده في الشمال يبقى اسمها كده شمال افريقيا، برافو عليك. انما اللي موجوده في نهايه البحر الاحمر دي اهي، تمام، دي بنسميها كده ايه، دي اسمها كده هضبه الحبشه او اثيوبيا، اي حاجه من الاثنين صح. بقول له كده هضبه الحبشه او هضبه ايه او هضبه اثيوبيا. يجيب تمام زي الفل. رقم ثلاثة، في هضبه كده يا سيدي، تمام، رقم ثلاثة اهي. طبعا الهضبه دي زي ما انت شايفها كده قريبه جدا من دائره الاستواء اهي، بسميها طبعا هضبه البحيرات الاستوائيه. خد بالك منها، يبقى اقول له كده هضبه البحيرات الاستوائيه. طيب رقم أربعة، دي موجوده في الجنوب خالص زي ما انت واخد بالك اهو. وادام موجوده عندك في الجنوب يبقى طبيعي جدا بمنتهى البساطه هقول له كده يا مستر يبقى الهضبه الجنوبيه علشان موجوده في الجنوب. تمام. طيب بعد كده يا سيدي عندك شويه جبال. لو شاور لك فوق كده على رقم ستة هيقول لك جبال، تمام، هقول له كده طبعا جبال هتبقى جبال اطلس. طيب انما لو شاور لك جنبيها وقال لك جبل، هنا بقى الموضوع يفرق. اقول له كده جبل طبقال لان هي طبعا بتكون اعلى قمه جبليه في جبال اطلس، فخد بالك منها. انما لو قال لك يا سيدي تحت خالص، يعني مثلا رقم خمسة، رقم خمسة دي جبال بسميها كده جبال الكاب، على ايدك الشمال اهي. انما لو جت على ايدك الناحيه الثانيه في اليمين هقول له كده اسمها جبال دراكنزبورج، يبقى اسمها ايه دراكنزبورج. انما لو جه شاور لك هنا تمام في الحته دي كده عند البحر الاحمر كده، يبقى طبيعي جدا يا مستر ادام عند البحر الاحمر يبقى جبال البحر الاحمر. طيب انما لو قال لك جبل واحد اهو، طبعا هقول له كده جبل شايب البنات طبعا علشان جبل شايب البنات بيكون اعلى قمه جبليه في جبال ايه البحر الاحمر، خد بالك منها برضه. بعد كده عندك جبلين كينيا وكلمنجارو. بص يا سيدي الرقم 10 اللي فوق ده، تمام، اللي هو بيمر بيه طبعا دائره الاستواء اهو، تحس اللي هو فوق حته بسيطه، هقول له كده طبعا اسمه ايه جبل كينيا. طيب انما اللي تحتيه على طول اقول له كده اسمه كلمنجارو. يبقى اقول له كده كينيا وكلمنجارو، كينيا وكلمنجارو الاثنين بيكونوا تحت بعض اهم، خد بالك منهم برضه. بعد كده يا سيدي ده عندك نهر النيل اهو بيمر عندك طبعا اهو، اللي فوق خالص ده نهر النيل طبعا سهل جدا ما فيهوش مشاكل. بعد كده يا سيدي هنا كده عندك نهرين، اللي فوق ده نهر واللي تحت ده برضه نهر. اللي فوق بسميه نهر النيجر، انما اللي تحت ده بسميه نهر الايه نهر الكونغو. يبقى اللي فوق النيجر واللي تحت الكونغو، خد بالك منهم برضه. ده كده يا سيدي من حيث الانهار والجبال والهضاب اللي موجوده عندك هنا. بعد كده يا سيدي انت عندك شويه غابات مهمه جدا وعايز اقول لك ان هي سهله. عندك الغابات المداريه المطيره، وعندك غابات البحر المتوسط. بص يا صديقي غابات البحر المتوسط موجوده فوق خالص وتحت خالص اهو، يبقى فوق خالص وتحت خالص اهو، يبقى فوق خالص اهي وتحت خالص اهي. كله كده اسمها جبال غابات ولا ايه البحر المتوسط. عند جبال الكاب كده تحديدا، تمام كده عند جبال الكاب، عند جبال ايه الكاب، وفوق كده موجوده عند ساحل البحر ايه عند ساحل البحر الايه المتوسط، وتحديدا في الساحل الشمالي الغربي للقاره.
انما بقى الغابات المداريه المطيره الغابات المداريه المطيره موجوده عند دائره الاستواء اهي في النص. تمام. والساحل غانا الجزء اللي جنبيها ده اهو، الجزء ده كله كده. او يا سيدي ممكن يشاور لك عليها الربع اللي هو ايه، الربع الاولاني او النص الاولاني ده من جزيره مدغشقر في الشرق يعني. يبقى شرق جزيره مدغشقر هقول له كده يا مستر اسمها ايه؟ الغابات المداريه المطيره. انما فوق وتحت هقول له ده طبعا الموضوع مختلف، هقول له كده غابات البحر المتوسط، خد بالك منها. طيب، انما لو قال لك بقى الحشائش، اول حاجه يا سيدي انت عندك نوعين من الحشائش وعندك كمان صحاري. اول حاجه السافانا اللي هي الحاره، والاستيبس اللي هي المعتدله، واخر حاجه وهي النظام الصحاري الحاره. خد بالك منها بقى يا سيدي. اولا كده بمنتهى البساطه لو قال لك نظام الحشائش الحاره هقول له كده موجوده فين. بص، الحته اللي في النص دي هتسيبها، الحته اللي في النص دي اللي هي دائره الاستواء، تمام كده، او الغابات المداريه المطيره. هقول له فوق الغابات المداريه المطيره الجزء ده كله كده اهو، تمام، حشائش اللي هي السافانا والاستيبس، السافانا ولا ايه بس. وكمان تحت يا سيدي الجزء ده كله برضه اهو، هقول له برضه حشائش ايه؟ حشائش سافانا. يبقى فوق الغابات المداريه المطيره وتحت الغابات المداريه المطيره قول له كده حشائش الحاره اللي هي سافانا. طيب، انما الاستبس بقى موجوده فين؟ بص، اولا كده في شمال القاره، شمال فوق خالص عند البحر المتوسط كده اهو، تمام كده. وكمان يا سيدي رقم 4 اللي هو جنوب القاره، رقم 4 اللي هو جنوب الايه؟ جنوب القاره. يبقى اقول له كده رقم 4 جنوب القاره اللي هو اقليم الايه؟ اقليم الفيلد، خد بالك منه اهو، اقليم الايه؟ اقليم الفيلد، خد بالك منها. طيب، انما يا سيدي عندنا هنا تمام نظام الصحاري الحاره، ودي موجوده ما بين ما بين الحشائش اللي هي السافانا والاستيبس. يعني لو تاخد بالك هنا بص كده فوق خالص اهي، دي كده بسميها ايه؟ ستيبس. انما هنا سافانا هي بقى موجوده في النص اهي اللي هي الصحاري. وكمان موجوده يا سيدي في الحته اللي تحت خالص دي عند 3 صحاري اللي هي الصحاري الكبرى فوق احنا قلناها، وصحراء كالهاري، وكمان صحراء ايه؟ نامبيا. بص نامبيا موجوده فين اهي على الطرف اهي، خد بالك منها، دي موجوده على الطرف اهي عشان ما تتلخبطش بيها. انما الحته اللي هي رقم 6 دي صحراء كالهاري. ده الفرق ما بين الاثنين، الفرق ما بين صحراء كالهاري بص اهي، هنا كالهاري انما هنا كده نامبيا، خد بالك منها برضو علشان ما تتلخبطش فيها في الامتحان. بعد كده يا سيدي عندك خريطة للنظم البيئية. بص يا سيدي، أول حاجة بعض الأنهار هراجع لك عليها تاني، يعني مثلا هنا نهر النيل أخدناه قبل كده. إنما يا سيدي رقم 3 عندنا اللي هو نهر النيجر أهو. إنما هنا كده يا سيدي تحت دائرة الاستواء نهر الكونغو. عايزك تعرف كمان كام نهر هما. بص، رقم 5 ده احنا بنسميه كده نهر اورنج، يبقى سموه ايه؟ نهر اورنج، اورنج اورنج، تمام. طيب، انما في الناحيه الثانيه اللي هو رقم 4 ده نهر كده اسمه الزمبيزي، او نهر ايه؟ الزمبيزي. انت عندك كمان يا سيدي شويه حاجات مهمه جدا. طيب ايه هي شويه الحاجات المهمه جدا دي؟ عندك بحيره اهي عند دائره الاستواء، طبعا احنا بنعلمها بدائره الاستواء، بحيره اسمها بحيره فيكتوريا، خد بالك منها. طيب، انما لو قال لك بحيره تنجانيقا قال لك ان هي موجوده تحتها على طول، بصوا اهي، يبقى اللي عند دائره الاستواء دي فيكتوريا، انما اللي تحتيها تنجانيقا. طيب، انما يا سيدي بحيره تشاد دي موجوده في النص اهي عند دوله تشاد، هنا كده دوله تشاد على فكره، فعشان كده قلنا بحيره اسمها بحيره ايه؟ بحيره تشاد. رقم 9 بقى في الحته دي كده مستنقعات اسمها مستنقعات السد. يبقى الحته دي كده اسمها ايه؟ مستنقعات السد اللي هي موجوده عندنا في جنوب السودان. طيب ده كده بالنسبه لايه يا سيدي؟ كده بالنسبه للانهار والبحيرات اللي موجوده عندنا. اخر خريطه عندنا بقى واللي دي طبعا هنركز فيها شويه علشان فيها بعض الايه؟ الانهار مهمه. دي خريطه لنهر النيل، تمام. اول حاجه عايزك تعرف كده شويه حاجات، بص كده وركز معايا. لو قال لك واحد اللي هو فوق ده نهر النيل عادي كده. هنا بقى عندك نهر عطبره والنيل الازرق. انا لما اقول لك تفرق ما بين الاثنين ازاي، بص، اولا النيل نازل اهو، بصوا النيل نازل اهو. اول ما هيقابلك رافد اللي هو الرافد الاولاني ده يبقى اقول له كده نهر عطبره. طيب لما تنزل شويه ويقابلك رافد تاني اهو يبقى اقول له كده عندنا النيل الايه؟ النيل الازرق. يبقى اول حاجه رافد عندنا النيل ايه؟ نهر عطبره، وبعد كده النيل الايه؟ النيل الازرق. طيب،
انما يا سيدي النيل الابيض فين بالظبط؟ بص، هتقعد تنزل اهو. حلو. اول ما هتنزل كده يا سيدي اهو هتلاقي النيل الابيض. ما ده النيل الابيض اهو. ده الرافد بتاعه ناحيه الشرق، ناحيه الشمال، على ايدك الشمال اهو. ناحيه ايدك الشمال ركز فيها اهو، ده كده النيل الابيض. طيب تمام يا مستر زي الفل. حلو. امال بقى انا عايز اعرف هو نهر الصباط فين. انا عايزك تفضل ماشي. بصوا، افضل ماشي اهو، افضل ماشي، وهتحط بايديك اليمين تحت كده اهو. تمام، يبقى نهر الصباط اهو. يبقى ده نهر الايه؟ نهر الصباط. يبقى تمام. ما تيجي تقولهم تاني، بص، كده كده نهر النيل. افضل ماشي 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 ماشي. اول ما يقابلك رافد يبقى عطبره يا مستر. افضل ماشي ماشي لحد لما يقابلك الرافد التاني، يبقى قول له كده نهر ايه؟ نهر النيل الازرق. طيب، وهتفضل ماشي ماشي ماشي. لو ايدك راحت ناحيه الشرق الغرب ولا ايه هنا كده، يبقى النيل الابيض. طيب لو نزلت كده وايدك راحت ناحيه الشرق هنا كده، هقول له كده نهر الصباط. نهر الايه؟ الصباط. احفظها بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل و10 على 10. هنا بقى يا سيدي بحر كده بسميه بحر الايه؟ بحر العرب اهو. انما اللي تحتيه على طول ده بسميه الغزال. يبقى هنا كده العرب وهنا كده الغزال. انما بحر الجبل بقى اللي هو مهم جدا، تمام، اللي هو بيمد النيل طبعا بالقوه. لما نهر الصباط بيلتقي ببحر الجبل اهو، هنا كده ده الصباط. حلو حلو. جنبيه على طول رقم 9 يبقى بحر الجبل. يبقى جنبه على طول رقم 9 بحر الايه؟ بحر الجبل. طيب، ايه تاني يا مستر الحاجات اللي مهمه؟ بص، رقم 14 دي دوله كده اسمها دوله اريتريا، اللي قامت فيها حضاره اكسوم. خد بالك منها. وبعد كده يا سيدي رقم 11 اللي تحت خالص دي بسميها كده بحيره فيكتوريا. يبقى بسميها بحيره ايه؟ فيكتوريا. واهم طبعا عندنا بعض الروافد تحت خالص اهي. بص يا جاب اهو، دي كده بسميها نهر ايه؟ نهر كاجيرا. يبقى نهر ايه؟ نهر كاجيرا. طيب، انما يا سيدي انا عايز اعرف هو جبل سد جبل الاولياء موجود فين بالظبط؟ اللي هو سد جبل الاولياء. بص، احنا قلنا اللي هو موجود عندنا في الجزء ده كده اهو، اللي هو الحته دي كده بالظبط. حلو الكلام. اللي هو موجود عندنا في الحته كده بالظبط اللي هو جنوب السودان. كده بسميه ايه؟ سد اللي ايه يا سيدي؟ جبل الاولياء. يبقى وانت بتذاكر خريطه نهر النيل والحضارات القديمه، عايز اقول لك والله سهله جدا، بس ذاكرها زي ما انا قلت لك. يبقى تفضل ماشي 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 ماشي. اول ما يقابلك واحد يبقى عطبره، ثاني واحد النيل الازرق، تمام زي الفل. تفضل ماشي تاني. لو رحت ناحيه الغرب يبقى النيل الابيض. يبقى الناحيه الثانيه هقول له لا يا مستر ده ايه؟ هيبقى كده الناحيه الثانيه نهر الصوباط. ده كده بالنسبه لي الخرايط اللي موجوده معاك، وانا كنت متعمد اقول لك عليها تاني علشان ان شاء الله ما نتلخبطش في ولا واحده منها. طيب هو الامتحان يا مستر كام نقطه هتجيلك في الخريطه؟ بص، من 4 ل6 نقط في الخريطه.